قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في رجل كان زار أخا له في الله فأرسل الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله. قال: هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. هذا في فضل عظيم، وأن الله يحب من أحب في الله. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلالي لهم منازل من نور يغبطهم النبيون والشهداء. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه البخاري في الصحيح. والمهم في هذا أن المحبة في الله تقتضي العمل بأعمال محبوب، محبة المؤمنين في الله، وموجبات المحبة العمل بطاعة الله، العمل بسيرتهم وخيرهم. لا تحبهم وأنت بعيد عن أعمالهم، تحبهم مع العمل، مع الجد في العمل بأعمالهم.